لو انت لسه شغال في ايطاليا من غير عقد عمل يبقى لازم تسمع الكلام ده كويس. الشغل الاسود او النيرو بيضحك عليك في الاول. تعال اقول لك ازاي. ممكن تكون بتاخد فلوس زياده، او ان انت عشان ما بتدفعش ضرايب فحاسس ان المكسب كله داخل جيبك، بس اول ما انت هتحتاج ورقه رسميه هتكتشف ان انت كنت شغال بس مش محسوب. يعني الدولة ما تعرفش عنك أي حاجة. هتيجي تروح عشان تجدد الإقامة بتاعتك هيقول لك فين عقد العمل، وخلي بالك في بعض الأحيان ممكن يجددوا لك مرة اتنين تالتة، بس بعد كده ممكن يسوقوا منك طالما أنت مش شغال وتترحل، لأنك أنت بالنسبة لهم هنا بني آدم مش شغال، وفي نظرهم ان انت عالة على البلد. وساعتها بقى مش الاقامه بس اللي هتطير، انت نفسك مستقبلك وحياتك هتقف. يعني انت تبقى شغال من غير عقد، دي كلها مشاكل. ليه؟ هطير الاقامه من ايدك، مش هتعرف تجدد اقامه. هتيجي تروح البنك عشان تاخد قرض، مش هتعرف تاخد قرض من البنك، طبعا مفيش بنك هيرضى يديك حاجه. هتيجي تروح عشان خاطر تشتري اي حاجه بالتقسيط، محدش هيرضى يديك اي حاجه بالتقسيط خالص، لان مفيش ليك اي ضمان. وخلي بالك العقد مش مجرد ورقه، العقد هو الفرق ان انت تكون انسان مقيم قانوني او مجرد عامل يتصرف فيك صاحب الشغل زي ما هو عايز. وانت عليك تختار، يا اما تكون بني ادم ليك حقوق، ولا تكون انسان مالكش حقوق. الشغل الاسود او النيرو يديك 20 يورو زياده بس هيوقف مستقبلك وهيعلقك سنين.